أحبائي، نحن هلا باجتماع المجلس البلدي اللي دعا له المهندس الأستاذ عامر حداد لتسليم الملعب البلدي للأندية بمدينة المينا. أول شيء بدنا نشكرك أستاذ عامر حداد على هالمجهود اللي قدمته للمدينة ولأهلها. كابتن فادي الموني، إذا بتريد حكينا كلمة. وجعك وصرختك اللي قلتها بملعب حاش العبيد من تقريبا 3 شهور وصلنا لك اياها للمسؤولين والمعنيين، وهيهم هلا عم يسلموك الملعب البلدي باحدث الطرق وبعد الترميم والدفع اللي صار لقالوا. شو بتحب تقول؟ انا بحب بس اشكر الاستاذ عمر حداد على كل شيء، والمحافظ على اللي صار، وبشكر مينا احلى اللي وصلت صوتنا. يعني هذا الحمد لله رب العالمين. تسلم الله يقويكم. استاذ عامر حداد، شو بدك تحب تقول؟ انا بحب اقول انه هذا بتكليف من سعاده المحافظ اللي هو دعم هالملعب، كلفني اني ادير القصه مع الشباب. حان الوقت انه هذا الملعب هو ملك اهل المينا، ملكهم ومن حقهم يلعبوا عليه، والمينا كل حياتها خرجت ابطال الرياضيين، وهلا صار وقت الجد. نتمنى انه الرياضه ترجع تنتعش بالمدينه، واهلا وسهلا بالجميع ومتشكركم على كل عمل عم تعملوه. شكرا لك. هلا صار وقت الجد، هيدي الكلمه قالها الاستاذ المهندس عامر حداد. يعني هلا وقت العمل، ما بدنا الحكي، ما بدنا حكي بلا اعمال، بدنا اعمال وانجازات. هلا وقت الجد. المينا احلى فيكم من مجلس بلديه مدينه المينا. ان شاء الله يعجبكم الفيديو.